عملت فيديو جاب مشاهدات كتير، بس خد بالك عدد الفيوز مش هو الكي بي اي الوحيد اللي يقول لك الفيديو ده المحتوى بتاعه مفيد فعلا للناس ولا لا. في 2 كي بي ايز تانيين محتاج تقيسهم مع عدد الفيوز. اول كي بي اي وهو نسبه المشاهده، الناس اتفرجوا على قد ايه من الفيديو. لو انت عملت فيديو 10 دقائق، هل الناس دخلوا اتفرجوا اتبسطوا باول دقيقه وبعد كده خرجوا، ولا كملوا ال 10 دقائق للاخر؟ لو كملوا ال 10 دقائق للاخر يبقى هم مبسوطين بالكونتنت اللي انت بتعمله ومستفيدين ومستمتعين. الكي بي اي الثاني وهو الانجيجمنت ريت، هل الناس ابتدت تتفاعل وتكتب كومنت وتعمل لايك ولا لا؟ وده بيتقاس ازاي؟ بتجمع عدد اللايكات مع عدد الكومنتس مع عدد الشيرز وتقسمها على عدد الناس اللي اتفرجوا على الفيديو، بحيث تشوف كام في المية من الناس اللي اتفرجوا على الفيديو اتبسطوا قوي لدرجه ان هم عملوا لايك او سابوا كومنت. وده طبعا انت ممكن تحسنه من خلال ان جوه الفيديو تسال اسئله تخليهم يعملوا كومنتات، او تقدم محتوى فعلا مفيد يخليهم يعملوا لايك. ازاي تحسن الواتش تايم، نسبه المشاهده بتاعت الفيديو؟ محتاج تركز كويس قوي على اللي هيفيد الناس. حاول تتواصل مع الجمهور بتاعك واسالهم ايه اللي هم عايزين يسمعوه. الموضوع مش منتجه وشويه فيديوهات عمالين بننزلها وخلاص. الناس دلوقتي بقت تدور على الكونتنت المفيد اللي عايزين يستفيدوا منه. واكبر دليل على كده ان اكتر فيديو حقق اكبر مشاهدات في تاريخ البودكاست على اليوتيوب هو فيديو 3 ساعات. لو اتبسطت بالفيديو ده وفادك اعمل لنا لايك. وده مثال على ازاي تزود الانجيجمنت ريت بالمناسبه.